يا لها من عجيبة يا جماعة، والله مصيبة. علي الأكبر من طاح جاء النبي قال له وليدي عطشان، قال له عطشان. يا ده يا دقي على اسم الدق. قال له جبت لك كأس من حوض الكوثر، إذا شربته بعد ما تظمأ أبدا. شرب علي الأكبر خلص بعد ما يظمأ. ايه يا عم انتوا ايه يا عم؟ انتوا بتعرفوا على ايه؟ ده عمال يهفلط جاي كده. القاسم من طاح جاء النبي قال له وليدي عطشان، قال له عطشان. انطاه قال له هذا كأس من حوض الكوثر، ما تظمأ بعده خلص شرب. اشرب يا أبا الحكم اشرب، فكل مصائبهم عندنا أفراح. أصحاب الحسين بقية أهل بيت الحسين، العباس من طاح جاء النبي قال له أبو فاضل عطشان، قال له ما شربت ماء. قال له هذا كأس من حوض الكوثر، من الشربة بعد ما تظمأ. شو الكذبة الشنيعة اللي يكذبها الرجل هذا بلا حياء. يشهد علي سيد الشهداء قبل محرم زرت الحسين، وقفت تحت قبته قلت له يا أبا عبد الله، احنا في وباء كورونا اللي بدا يضرب الجميع، انطيني صحة وعافية حتى أحيي ليلة العباس. أعزائي السادة المشاهدين أنا قرفت، أعزائي السادة المشاهدين أنا تعبت، أعزائي السادة المشاهدين أنا ماشي. ذاك الرجل المشلول 40-50 سنة بقرية من قرى العراق، 40-50 سنة مشلول، شلل كامل ولادي ما أعرف إيش. وكل سنة أهل المنطقة 10 محرم ينصبون مجلس، وهذا يجيبوه بسدية ويقعدوه بصف المنبر. 40 سنة هو على هالحالة هذه. سنة من السنين الرادود على المنبر يقرأ، وهذا قام يصيح أنا العباس قومني بلهجتنا الشعبية، وكل الكتب اللي ألفت بالعباس ذكرت هذه الكرامة وغيرها. شنو الموضوع؟ ايش قومك؟ قال لهم أنا مثل كل سنة تجيبوني، أنتم تعرفوني وكلكم أبناء منطقة وحدة إحنا وتعرفوني، كل سنة أنا يجيبوني يخلوني بصف المنبر، أقعد بصف المنبر أباوع للطامة للكذا، مشلول أنا جسمي كله مشلول. السنة أنا قاعد يم المنبر وشفت فارس دخل للمجلس، فارس دخل ينظر لهذا وينظر لذاك، وانتم تلطمون. وصل لي شافني بصف المنبر نايم، قال لي ليش ما تلطم على العباس؟ قلت له أنا مريض، أنا 40 سنة مشلول ومريض. قال لي لا قوم الطم على العباس، قوم، هاي الليلة السابع، قوم الطم، ما يصير ما تلطم على العباس، قوم الطم قوم. يقول قلت له أقول لك أنا مشلول 40 سنة، المنطقة كلهم يعرفوني. قال لي أقول لك قوم الطم على العباس، قوم. قلت له انطيني كفك خل أقوم، قال لي أنا كفي مقطوع، ما عندي كف، أنا كفي مقطوع. أخذ شكيمة الجواد الزمها وقوم الطم على العباس. يقول لهم أخذتها وقمت وكما ترونني. وهذا العباس عليه السلام، هذا أبو فاضل، هذا أخو زينب. هيهات هيهات من الكذابين المنافقين. هذا أخو زينب، هذا العباس، هذا قمر العشيرة، هذا اللي استجار به الحسين يوم عاشوراء. قال له دخيلك يا أبو فاضل، دخيلك يا قمر العشيرة. ايه الموضوع؟ في ايه يا اخوان؟ ايه يا اخوانا؟ هي الناس عقلها راح. اكو كلمة اقراها بكتب التاريخ مؤلمة حزينة، كلمة اقراها بكتب التاريخ كلها ذكرتها. ما اريدك الليلة ما تبكي، اريد دمعتك الليلة تنزل. الليلة لا عندي محاضرة ولا ابدا، الليلة عندي عزاء فقط، الليلة عزاء. الليلة الكسر ظهر الحسين اريد يكسر قلبك، الكسر ظهر الحسين يكسر قلبك. طب قسما بالله انت حمار. طب والله 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 يا سيدي انت حمار. يلا يا عم. لانك يعني مش قادر تفهم علشان غبي، ومش عارف تفهم لانك جاهل. الجاهل والغبي هو حضرتك. زينب بنت علي الطب مجلس ابن مرجان. كلام لا يقبله
الجهلاء حتى ما يقبلوهوش. تقول لما قتل العباس، انتبه لها انتبه لها، بان الانكسار في وجه الحسين. يعني العدو من يباوع له عرفه مكسور هذا الرجال. بس اخو زينب ابو فاضل من طاح الانكسار بين. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ حد ممكن يصدق هذا الكلام؟ الحسين ما باوع لأي واحد منهم، عينه وقعت على العباس بس، رآه وقد استل شبرا من سيفه ونبط العرق الهاشمي في جبهته. العباس من يغضب اكو عرق يطلع بقصته بجبهته. قال له أبا الفضل، قال له فداك، قال له أرجع سيفك إلى غمده فإن لهذا السيف يوما بحقي عليك إلا ما أرجعت سيفك. إذا أنا عزيز عندك رجع سيفك، لأن الحسن كتب بوصيته ليس الدم بتشييعي. احنا كون نلتزم بوصية الحسن، إذا أنا إلي حق يمك ضم سيفك فأرجع سيفه. قال له أبا عبد الله انطيني ساعة واحدة أروي الأرض من دمائهم. قال له لا، هذا السيف إلى يوم يا أبا الفضل، إلى يوم هذا السيف، خليه اليوم، خليه اليوم. ما تشغل يا ابني التكييف يا ابني، انتوا بتلعبوني. الله.